حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى عندي كده شوية بطاطا بقالهم اسبوع محطوطين في التلاجة. طلعتهم النهارده، غسلتهم وقطعتهم زي ما انتوا شايفين كده. حطيت عليهم نص كوباية سكر وحطيتهم على البوتاجاز. هنعمل بقى البشاميل بتاع البطاطا. هنعمل النهارده بطاطا بالبشاميل، بطاطا بالبشاميل وبطاطا كمان بالمانجا. حاجة كده خيال وجميلة جدا جدا. تحط في التلاجة تسقع كده وتاكلوا منها ترطب على القلب وفي منتهى الخطورة. وكمان ممكن تطلع من الفرن تتاكل سخنة كده تدفي في الشتاء. يعني في الحالتين البطاطا مغذية ومفيدة وحلوة صيف وشتاء. زي ما انتوا شفتوا كده معايا نص كوباية نشا ونص كوباية دقيق وكمان معلقة فانيليا. حطيتهم كده وحطيت كيلو ونص لبن. ليه؟ لاني انا هعمل 3 صواني، يعني 2 كيلو بطاطا تحط عليهم كيلو ونص لبن. بصوا بقى البشاميل بتاعتي تحفة. عايزة اقول لكم ريحتها خطيرة. معايا ال3 صواني دول اللي هنعمل فيهم البطاطا. هنحط شوية بشاميل بس كده من تحت، وبعد كده بعد ما ندهن الصواني بتاعتنا نحط بقى البشاميل بتاعتنا ونوزعها زي ما انتوا شايفين كده. معايا بقى البطاطا بتاعتي مسلوقة. عايزة اقول لكم خليتها اليمة ده بتدوب لوحديها، يعني مش محتاجة ان انت تجيبي هرسة وتهرسيها، يا دوبك بالما السباتولا وتهرسيها كده بيها اتهرست وبقت زي الفل زي ما انتوا شايفين. عايزة اقول لكم اللي عملتها بالمانجا خطيرة بجد بجد، كانت فظيعة. يعني لو بجد لو كنت عارفة انها تطلع بالجمال ده كله كنت عملت ال3 صواني بالمانجا. بس ما علينا، انا بقى عملت هنا ال3 صواني دول. عملت صينية بالمانجا لينا احنا هنا في البيت، وصينية لمرات ابني، وصينية لبنت اخويا. تمام، ما احنا مش هنعمل 3 صواني للبيت، هي بتبقى صينية. لكن هتدي بقى للحبايب اعملي بقى 3 صواني 4 صواني. البطاطا رخيصة على فكرة، مش غالية خالص. عايزة تهدي حد هديه بأحلى صينية بطاطا بالمانجا. أنا هنا طلعت مانجا من الفريزر، شرايح مانجا زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي أوزع على البطاطا. كتري مانجا، أنا كترت بجد، كانت فظيعة يا جماعة. مع البطاطا مسكرة جدا، البشاميل مسكر، البطاطا المانجا فيها لدعة كده. عايزة اقول لكم اللدعة بتاعة المانجا دي مخلية الصينية رايحة في حتة تانية، بجد بجد رهيبة. كتروا مانجا، ما تستخسروش. يعني ايه، اعملوا صينية كده. وطبعا كلنا مخزنين مانجا، ولو مش مخزنين المانجا لغاية دلوقتي مالية الاسواق. هاتوا كده مانجا، يعني نص كيلو مانجا او مانجايه كبيره، قطعوها شرايح وحطوها في قلبيها. عايزه اقول لكم بجد بتودي البطاطا في حته تانية. هنا بقى نفضي البشاميل اللي فوق البطاطا. كتروا بشاميل، انا بحب البشاميل بتاعها جدا، بحب ان هو يبقى كتير ويبقى خفيف زي كده، ما بحبهوش تقيل، علشان لما تيجي تاكلي البطاطا تحس ان هي دايبه كده وسايحه، ما تلاقيهاش قطعه، تحس ان هي سايحه كده. بقى حطينا البشاميل بتاعنا، هنركن بقى كده الصينية، هنحط البشاميل وهنجيب كوباية عصير مانجا، هنحطها على شوية البشاميل اللي فاضلين دول، وهنقلبهم كويس جدا جدا، وهنحطهم على الصينية اللي بالمانجا. جربوها والله ما هتندموا، هتعجبكم جدا جدا جدا. فرقت كتير جدا. كمان كوباية المانجا دي قلبوها كويس وما تخليهاش مسكرة قوي. يعني حاولوا ان احنا البشاميل اللي هنا حطينا فيه نص كوباية سكر، وفي البطاطا حطينا نص كوباية سكر، يعني كل اللي احنا استخدمناه كوباية سكر على 3 صواني. البطاطا بتبقى مسكرة، ما تكتروش سكر عشان ما تبقوش متأذيين او تبقى تقيلة. وخدوا بالكم ان انا هنا حطيت معلقة واحدة بس سمنة على البشاميل. بصوا بقى الصواني لما طلعت من الفرن، عايزة اقول لكم ريحتها كانت قلب الدنيا. اللي استخدمناه معلقتين سمنة، معلقة حطيتها
على البطاطا يما استوت انا وبهرسها كده. حطيت معلقة وحطيت معلقة واحدة بس في البشاميل، يعني استخدمنا معلقتين سمنة وكوباية سكر، نص كوباية نشا، نص كوباية دقيق، كيلو ونص لبن. عايزين تحطوا كيلو لبن مفيش مشكلة خالص، حطوا وزودوا الباقي مية. عايزين تحطوا كيلو ونص او 2 كيلو. على فكرة كل ما اللبن يبقى كتير كل ما البشاميل بتاعتك والصينية تطلع خطيرة. بصوا بقى خطيرة خطيرة وسايحة ودايبة. وعايزة اقول لكم بجد لو جربتوها مش هتندموا، حلوة جدا جدا. وممكن تعملي صينية 2 تحطيهم في التلاجة، اي حد ضيف دخل عندك انت وولادك قاعدين حاجة كده بجد خيال. بطاطا كتير هاتوها واستفادوا بيها، اكلوها لعيالكم، يعني فيها لبن وفيها دقيق وفيها نشا وفيها سمنة وفيها سكر وفيها بطاطا، يعني صينية مغذية جدا جدا. عايزة اقول لكم بجد الصينية دي اتنسفت، والله اتنسفت، ما قعدش منها ولا قطعة، اتاكلت في ساعتها كده وهي وسخنة كمان. عايزة اقول لكم سايحة، كتروا البشاميل عشان تبقى سايحة كده. جربوها هتعجبكم ومش هتندموا ابدا. خفيفة وجميلة. عايزينها ساقعة حطوها في التلاجة اكنكم بتاكلوا ايس كريم، والله ايس كريم بالمانجا، حاجة كده خيال، بالكراميل، حلوة قوي قوي قوي. عايزينها سخنة في الشتاء خلوها تطلع كده سخنة وتاكلوها، يعني في جميع الأحوال جميلة. جربوها هتعجبكم جدا جدا. والسلام عليكم.